من غير إنذار اجتمعنا بعد الزلزال وقمنا بمبادرة، ألا وهي هاد واحد المبادرة نشرناها في الفيسبوك، وكنظن بأن ما كنتش يعني الناس اللي بديناها كنا ما كنظنوش بأن الناس غادي يجيو بهاد الكترة وبهاد ولكن تفاجأت بزاف وعرفت بأن المغاربة قلبهم كبير، يحيدوا من كرشهم ويعطيو لواحد آخر. شوفوا ما شاء الله الكمية ديال الخير والمواد الغذائية اللي جاية، يعني هادو غير ناس عاديين، ما رجال أعمال ما مقاولين ما حتى حاجة، ناس فقراء. هذا 100 درهم، هذا 200 درهم، هذا 300 درهم، كل واحد باش قسموا الله. نشوفوا النتيجة شنو هي في انتظار القافلة الكبيرة التي سوف تأتي من الرباط. حتى هي غنسقوا معنا بعض الناس، ولكن مازالين كنتسناو الأوكي وكنتسناو بعض الناس مختصة في اللوجيستيك تعاوننا. والمهم هاد الكمية راه قدرنا نطالقوا بها اليوم في اتجاه مراكش إن شاء الله. والله يرحم اللي مات والله يجازيكم بالخير وكونوا على بال، والله يحفظ لينا بلادنا. وواحد الكلمة نقولوا حنا لبينا نداء ديال الشعب، يعني لبينا نداء الشعب ليس بنداء الوطن، لأن الوطن باقي ما عيطش لينا. دابا الشعب لي واكل العصا، وخصنا اليوم نبينوا لهم بأننا حنا مغاربة بحال الشلح، بحال العربي، بحال الأمازيغي، بحال الشمالي، بحال إلا تأذى شي واحد راه حنا كنتأذاو معاه. وبالنسبة للناس اللي كتسول واش كاينة شي قافلة أخرى ولا ما كايناش، كما قلت لكم كاينة واحد القافلة كبيرة غادي يتكلفوا بها رجال الأعمال والمقاولين، يعني المقاولين ورجال الأعمال ديال مدينة الرباط. وكاين بالنسبة للناس العاديين، يعني راه في مدينة الرباط كاينين واحد 3 نقاط راه معروفين، وفي مدينة سلا كاينين 2 نقاط. وأجركم لله وربي يتقبل منا ومنكم، وحتى اللي ما قدرش يعطي ولا شي حاجة يدعم هادوك الناس، والله يحفظ لينا بلادنا. هادشي اللي نقولو. هادشي كتسمعوش هنا، هادشي ديال الهي. Please subscribe and click notification bell.